من أسرار السعادة علاقتك بنفسك. من أسرار السعادة علاقتك بنفسك. اقبل نفسك وبعدين اشتغل على تطويرها. ما تقارنش بدايتك بمنتصف طريق الآخرين. سامح نفسك على أخطاء الماضي. ما تخليش رأي الناس هو ميزان قيمتك. وكن صديقا لنفسك قبل أن تبحث عن صديق. وما تضخمش أخطاء الماضي. ما تضخمش الأخطاء الصغيرة. واهتم بصحتك النفسية زي ما بتهتم بجسمك وأكتر. ما تحطش سعادتك في إيد حد. وكن صادق مع نفسك حتى لو كان الموضوع مؤلم. وما تأجلش فرحتك بحجة الظروف. إزاي الكلام ده يا جماعة؟ اقبل نفسك وبعدين اشتغل على تطويرها. اسمع يا بطل، أول خطوة لأي نجاح هي إنك تقبل نفسك زي ما هي. مش لازم تكون كامل، ومش لازم تكون شاب مثالي أو جامد في كل حاجة. كلنا ناس عاديين. طب نعملها إزاي؟ ابدأ. خد ورقة اكتب فيها كل حاجة كويسة فيك دلوقتي، ومرة على مرة كل يوم ركز على حاجة تحب تطورها وطورها. تاني حاجة، ما تقارنش بدايتك بمنتصف طريق الآخرين. شوف يا وحش، كل واحد ليه الرحلة بتاعته. فما تقارنش نفسك بحد ناجح وانت لسه في البداية. انت لسه في البداية وده طبيعي. طب نعملها ازاي؟ كل مرة تحس ان نفسك بتقارن بينها وبين حد تاني عنده حاجات اكتر من اللي عندك، اسأل نفسك انا دلوقتي فين؟ وايه الخطوة اللي انا هعملها النهاردة عشان اتقدم كمان شوية؟ تالت حاجة، سامح نفسك على اخطاء الماضي. كل واحد فينا بيغلط، بس الغلط مش نهاية العالم. اهم حاجة ان احنا نتعلم منه. ازاي بقى نعملها يا وحش؟ خد دقيقة من وقتك وفكر في حاجة انت زعلت من نفسك فيها انك عملتها، وقول لها خلاص هنعديها النوبة دي وهنسامحك وهنمشي ومش هنعمل كده تاني. ما تخليش رأي الناس هو ميزان قيمتك. الناس اللي حواليك هتتكلم وبتتكلم كل يوم، بس قيمتك مش في كلامهم، قيمتك في تصرفك مع نفسك. كل مرة حد بيقيمك بطريقة سلبية قول لنفسك رأيي في نفسي هو الأهم. أنا قادر، أنا قادر، أنا قادر. بس اوعى تكون ما بتقبلش نصيحة. كن صديقا لنفسك قبل ما تدور على صديق. أحلى صداقة هتحس بيها في حياتك هي صداقتك لنفسك. خلي قلبك خلي قلبك على طول دايما جنبك، ادعمه وشجعه. كل يوم خد 5 دقايق كلم فيها نفسك. قول لنفسك أنا كويس، أنا فخور بيكي، أنا قدها، أنا قد المشوار ده، أنا قد الحلم ده. ما تضخمش الأخطاء الصغيرة. ما تعملش جبل من حبة رمل. الأخطاء الصغيرة موجودة كل يوم ومع كل الناس، لكن أهي برضه فرصة إن إحنا بنتعلم. اسأل نفسك لو حصل غلط صغير، هل دي حاجة كبيرة فعلا ولا ممكن نعديها؟ لو ممكن نعديها غطيها بابتسامة وامشي شوية لقدام. اهتم بصحتك النفسية زي ما بتهتم بجسمك. جسمك مهم وعقلك أهم. لما تهتم بصحتك النفسية هتحس بطاقة وفرحة حقيقية. خصص وقت للراحة، مارس فيه هواية أنت بتحبها أو اعمل أي رياضة، أي حاجة تخلي دماغك سعيد. ما تخليش سعادتك في إيد حد. مفيش حد عنده حق يحدد سعادتك، أنت اللي بتختار. خد قرارك بنفسك، عامل نفسك كويس، وابعد عن أي حد بيحاول يقلل منك أو يسيطر على فرحك. كن صادق مع نفسك حتى لو كان ده مؤلم. الصدق مع النفس على طول مؤلم يا جماعة، بس الصراحة مع النفس صعبة. لكن أهم حاجة لما تكون صادق هتعرف تطور من نفسك وتبني نفسك بشكل أفضل. كل يوم اسأل نفسك أنا راضي عن اللي أنا عملته النهاردة ولا لأ؟ لو كان تمام، لو كان لأ ممكن نقول إيه اللي ممكن نعمله أحسن من كده بكرة. ما تأجلش فرحتك بحجة الظروف. ساعات بنقول هنفرح لما الظروف تسمح، لما نوصل للهدف، لكن الحقيقة الفرحة لازم تبدأ دلوقتي. خد دقيقة من وقتك، اسمع حاجة بتحبها، اضحك، اعمل حاجة بسيطة تجيب لك فرحة دلوقتي. في النهاية يا صديقي، دعوة للتفاؤل. يعني يا شباب، سر السعادة والقوة الداخلية هي علاقتك بنفسك. ابدأ دلوقتي، حب نفسك واحتفل بكل خطوة صغيرة. لو عجبك الفيديو اعمل لايك وشارك معانا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.